عايشين وحدة صناعية اللي كتجي في إطار أولا تدوير النفايات البلاستيكية وجعل من هذه النفايات البلاستيكية مادة أولية أساسية في صناعة النسيج وفي الصناعات الأخرى. هذا المشروع جاء طبقا للتعليمات والتوجيهات الملكية السامية اللي كتركز أولا على الاستدامة وثانيا على السيادة الصناعية. هذه الوحدة غتمكننا أيضا من تزويد بمواد أولية الصناعة ديالنا، غتمكننا أيضا من اقتصاد الطاقة واقتصاد الكربون، وغتمكننا أيضا من هيكلة هذا القطاع ديال تجميع هذه المواد وديال فرز وديال إعادة تدوير هذه المواد الأساسية. حنا سعداء اليوم باستقبال السيد الوزير في الافتتاح الرسمي ديال دوليسان اللي هي شركه ديال اعاده تكرير ديال النفايات ديال البي او تي وتحويلها لافيبر بوليستير، الالياف البوليستير. الحمد لله هذا المشروع اللي طلب واحد الاستثمار اجمالي كيفوق 200 مليون ديال الدرهم، واللي كينتمي للبنك ديال المشاريع اللي كتسهر عليه الوزاره ديال الصناعه، واللي الحمد لله واحد المشروع اللي مكننا من خلق واحد 100 منصب شغل قار وواحد 2500 منصب شغل غير قار، واللي غادي يمكننا من صناعه ازيد من 1000 طن ديال هاد الالياف ديال البوليستير في الشهر، او 12000 طن في السنه. 12000 طن في السنه غادي تجي عبر تكرير الغوسيكلاج ديال 600 مليون قنينه ديال البي او تي، اللي قبل من هذا التكرير ديالها كانت كتمشي كنفايات واللي كتلوث البيئه.